تخيل انك في سنة 2000 وحد بيقول لك ده الانترنت هيغير العالم كله، وانت قلت له لا دي مجرد موضة وهتخلص. الاحصائيات بتقول ان 2026 الذكاء الاصطناعي فيها هو الانترنت في سنة 2000. فهل هتتحرك وتاخد خطوة ولا هتسيب الناس كلها تسبقك؟ 2026 هتكون السنة اللي الاي اي اوتوميشن هيتغير فيها تماما. في ناس هتعلى وتسبق جامد، وفي ناس هتفضل مكانها، ده بالعكس لو ما نزلتش كمان. وده مش مجرد كلام او كليشيه كل الناس بتقوله، ده الكلام اللي انت هتفهمه كويس جدا لو كملت معايا الفيديو ده للاخر. لو انت عايز تبدا في مجال اي اي وتشتغل بيه، فده احسن وقت تجهز نفسك فيه. وفي الفيديو ده انا هديك الخطه اللي انا شخصيا بدات بيها وكنت محتاج حد يديها لي اول ما بدات. انا اسمي احمد الطلخاوي، بدات اي اي اوتوميشن من 2022 وجبت اول كلاينت 2023. بدات في الاول كفريلانسر، بعد كده اكتسبت شويه خبره وكونت اول اي اي اوتوميشن ايجنسي في مصر وهي ايربوت. وعايزك تكمل معايا الفيديو ده للاخر عشان اديك النصايح اللي فعلا محدش قالها قبل كده. خليني اقول لك كده سريعا الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها في فيديو النهارده. اول حاجه هنقولها ليه 2026 سنه مش عاديه في عالم الاي اي. بعد كده هقول لك اول 90 يوم بالظبط ستيب باي ستيب تعمل فيهم ايه. بعد كده هكلمك عن اختيار النيش اللي تركز عليه وازاي تجهز الاوفر بتاعك. وبعدين هقول لك اول فلوس تعملها ازاي وايه الاخطاء اللي انا وقعت فيها عشان تتجنبها وما تكررهاش تاني. واخر حاجه هكلمك عنها وهي المايند سيت، ودي اهم حاجه انا بقتنع بيها في مجالنا او في الاي اي اوتوميشن ايجنسي. صدقني انا كل هدفي في الفيديو ده اديك فري فاليو كبيره جدا واساعدك تتعلم وتبدا في الطريق. وما تقلقش، انا مش جاي ابيع لك كورس ولا ابيع لك اي حاجه في اخر الفيديو، ده بالعكس كمان اللي هيكمل الفيديو للاخر ليه هديه خاصه مني. ودلوقتي خلينا ما نضيعش وقت ونبدا باول سيكشن في الفيديو، شابتر 1. اول حاجه هنتكلم فيها ليه 2026 بالتحديد مش اي سنه تانية. طبعا انت عارف ان كل الشركات بتنافس مين هيسبق في عالم الذكاء الاصطناعي ده. مفيش يوم بيعدي من غير ما شركه تتطور او تطلع حاجه جديده. زي ما قلت في اول الفيديو، في بدايه الالفينات كان الانترنت ده لسه حاجه جديده محدش يسمع عنها او مش كل الناس مهتمه بيها. بس بعد 10 او 15 سنه دي بقت اساس كل حاجه في حياتنا تقريبا. مفيش بيت ما فيهوش انترنت. نفس الكلام على الويب سايت. في 2015 مثلا كان الويب سايت مش اهم حاجه عند اي بزنس. دلوقتي انت اصلا ما ينفعش تبدا بزنس من غير ما يبقى عندك ويب سايت وتعرض عليه خدماتك وتعرض اصلا شركتك هدفها ايه واساسها ايه. دلوقتي نفس الكلام بينطبق على الذكاء الاصطناعي. مع بدايه ظهور شات جي بي تي في 2022 كانت طفره او نقله جديده في عالم الذكاء الاصطناعي. ومن وقتها كل الشركات بتنافس مين هيستغل الذكاء الاصطناعي في البيزنس بتاعه، مين هيستغل قدراته الرهيبه ان هو يقدر يوفر وقت ومجهود وكمان تكاليف ويزود مبيعاته ويقلل الفرص اللي ضايعه عليه. كل الشركات الكبيرة الرائدة في عالم التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي بتصرف مليارات وبتتنافس مين أسرع واحد هيوصل لأكبر إنجاز في الذكاء الاصطناعي. ده غير الشركات اللي هي عادية أو مش تقنية، اللي هي كده كده بتستخدم أحدث تكنولوجي وصلنا لها في الذكاء الاصطناعي، زي مثلا فودافون، أي تقريبا ابلكيشن أو بزنس كبير عندك على الموبايل هتلاحظ إن هو بيستخدم شات بوت أو اي اي ايجنت. ده بيهندل تقريبا 80 ل 90% من كل التيكتس بتاعة الكاستمر سبورت، وبيسيب المتبقي ده للبشر او للهيومن ايجنت. وبكده يبقى وفر وقت كبير جدا ومجهود وفي نفس الوقت تكاليف. الايجنتس دلوقتي او الشات بوت بقى ذكي مش زي زمان. دلوقتي الايجنت قادر يفهم العميل عايز ايه بالظبط وياخد اكشنز بناء على الطلب اللي هو طلبه، ويروح يغير بيانات في الداتابيس او يعدلها. مش مجرد ان هو تكست موديل بيرد على الكلام مش اكتر، لا ده بياخد اكشنز وبيروح ينفذها بنفسه. انا في وجهة نظري كل شركة محتاجة تستغل الذكاء الاصطناعي محتاجة مش اقل من 3 أو 5 اي اي ايجنتس في كل المجالات اللي جوه الشركة. ايجنت لخدمة العملاء، ايجنت لخدمات ما بعد البيع، ايجنت لمنصات السوشيال ميديا وادارتها، ايجنت لادارة التيم او الموظفين اللي جوه الشركة نفسهم. الارقام بتقول ان الماركت سايز في 2026 بتاع الاي اي هيوصل لاكتر من 450 مليار دولار. في احصائيه من جارتنر بتقول ان في سنه 2026 هيبقى تقريبا 80% من الشركات او اكتر بتستخدم الذكاء الاصطناعي جوه الشركه نفسها او جوه الموديل بتاع الشركه. يعني 20% بس هم اللي هيكونوا سايبين الذكاء الاصطناعي. وانا في وجهه نظري اعتقد ان هم لو كملوا بنفس العقليه دي وما دخلوش الذكاء الاصطناعي في شغلهم، اقل من 5 سنين وهنلاقيهم مش بينافسوا اصلا. عارف الصدمه ايه بقى؟ ان في 2023 النسبه اللي هي 80% دلوقتي كانت 5% بس. القفزه اللي حصلت من 5% ل 80% لو بتمثل حاجه فهي معناها حاجه واحده بس، ان الاي اي دلوقتي مش رفاهيه، هو اساس اي بزنس لازم يبدا بيه. غير احصائيات تانية بتقول ان في 2026 هيبقى معظم التيكتس بتاعه الكاستمر سبورت زي ما قلت 80 ل 90% هتتحل باي اي ايجنت بدون اي تدخل بشري. بالعكس الايجنت هيروح ياخد الاكشنز المطلوبه منه، وكمان بعد ما يهندل التيكت يسجل البيانات الجديده في قاعده البيانات بتاعه الشركه. اعتقد انت لو براند اونر فانت لازم تشوف الناس حواليك بتشتغل ازاي. زي ما قلت كل الشركات الكبيره دلوقتي بتتجه للذكاء الاصطناعي وازاي انها تستغله في انها توفر وقت وكمان تزود فرص البيع بتاعتها. وعندي ليك خبر حلو، ان احنا مصر خاصه والشرق الاوسط عامه او العرب احنا لسه في الاول، لسه في بدايه الطريق شويه، مش سابقين زي بره للاسف.
فدي فرصتك. انت حرفيا لو بدات النهارده تستغل الاي اي في شغلك، انت هتبقى من التوب 100 اكسبرت في مصر تقريبا. طيب كده احنا خلصنا شابتر 1 في الفيديو، ليه الذكاء الاصطناعي مهم وليه 2026 بالذات. دلوقتي هكلمك في شابتر 2 او سيكشن 2، وهو الرود ماب ستيب باي ستيب 90 يوم تعمل ايه بالظبط عشان تبني اي اي اوتوميشن ايجنسي ناجحه. دلوقتي انا هديك خطه كامله ستيب باي ستيب في خلال 90 يوم بس ازاي تبدا اي اي اوتوميشن ايجنسي ناجحه وتجيب عملاء وتسلمهم الشغل. امشي معايا خطوه بخطوه كده. في خلال اليوم الاول لليوم السابع، يعني اسبوع بالظبط، عايزك تعمل ماركت ريسيرش، تتعلم اكتر عن الاي اي هتفيد الناس بيه ازاي، وتعمل حاجه واحده بس ودي اهم حاجه، انك تختار نيش محدد او ماركت هو ده اللي انت عايز تقدم فيه خدمتك. ما تفكرش بعقليه ان انت عايز تبقى جنرال وتقدم كل حاجه لكل الناس. دي مش شطاره منك، انت كده بتستهدف سوق كبير جدا مش هتقدر توفرهم طلباتهم كلها. انما الاحسن ان انت تركز في سوق واحد، تعمل برودكت واحد وتركز فيه كويس جدا وتقدمه للناس بالاخص وتركز عليهم. وما تقلقش، انت كده مش بتقلل من فرص بيعك، الماركت كبير جدا لدرجه انت مش متخيلها. في نظريه اسمها البلو اوشن والريد اوشن، هي بتشرح بالظبط اللي انا بقوله لك ده لو سرشت عنها، بس اختصارا للوقت فانت لازم تركز على ماركت واحد او نيش واحد وتقدم له الخدمات اللي انت بتفكر فيها، سواء كان الماركت ده ريل استيت، اي كوميرس ستورز، عيادات، مطاعم. المهم ان انت تركز ان انت تقدم برودكت واحد لفئه واحده من الناس وتحط كل تركيزك في الموضوع ده. من اليوم السابع لليوم ال 14 عايزك تعمل حاجه واحده بس، وهي ان انت تبني الاوفر بتاعك. طيب انت ازاي هتبني الاوفر؟ الاول بعد ما تكون عملت ماركت ريسيرش وعرفت البين بوينتس بتاعه الاي سي بي بتاعك او العملاء المستهدفين، لازم تبني برودكت واحد يحل لهم كل مشاكلهم دي. بناء على البرودكت ده انت هتقدر تبني اوفر، ومن الاوفر ده تعمل باكجز لخدماتك وتسعرها وتحط الفيتشرز فيها. كل ده هتعمله في اسبوع واحد من اليوم السابع لليوم ال 14. ما تديلوش وقت اكتر من كده، اسبوع كامل ده وقت كافي ان انت تعمل الريسيرش اللي انت محتاجه وتقسم خدماتك وتبنيها كمان. الاوفر بتاعك لازم يكون فيه 4 حاجات مهمين. اول حاجه يكون واضح، اوفر كلير ما فيهوش لف ودوران. واضح انت هتاخد الشركه دي او المتجر ده او ايا كان النيش اللي انت اخترته، هتاخده من مكان معين توديه لمكان معين باستخدام الحل بتاعك او البرودكت بتاعك. تاني حاجه ان هو يكون مربوط بنتيجه او اوتكم، دايما بيقولوا سيل اوتكم نوت ذا سيرفيس او نوت ذا برودكت. يعني ما تروحش للشخص اللي انت عايز تبيع له وتقول له انا هعمل لك شات بوت، لا، قول له انا هوفر لك وقت الكاستمر سبورت 90% بتكلفه اقل من الموظفين. تالت حاجه ان هو يكون سهل يتباع. يعني انا مش بفضل ان انت تبدا اول حاجه بسيستم كامل اي اي ترانسفورميشن وتغير لهم كل حاجه في البيزنس بتاعهم. ابدا بسوليوشن واحد بس، اثبت كفاءته ان هو ناجح فعلا، بعد كده اعمل ابسيل للسوليوشن اللي بعده واللي بعده لحد ما تبني سيستم كامل، انما ما تبيعوش كله مره واحده. رابع حاجه وان انت تبني سيستم قابل للتكرار او ان انت قادر تكرره مع عملاء تانيين، بحيث مش كل كلاينت جديد هتبدا تبني سيستم من الاول وجديد، لا، انت هتبني الاستراكشر او الاساس للحاجه دي، وبعد كده مجرد هتعمل شويه كاستمايزيشن او بيرسوناليزيشن للسيرفيس بتاعك للكلاينت اللي بعد كده. وخليك فاكر انت مش محتاج تبدا مع الماركت كله ومش محتاج تعمل 10 سوليوشنز تبيعهم، انت محتاج ماركت واحد تركز عليه وسوليوشن واحد تركز عليه بس مش اكتر. بعد كده عندك من اليوم ال 14 لليوم ال 30، يعني اسبوعين كاملين، تبدا تنفذ وتجرب الحلول اللي انت فكرت فيها وطلعتها. تبدا تجرب بايدك تعمل ديمو سيستمز، ممكن عادي حتى تبيع السيرفيس بتاعتك فري لحد، لو انت مثلا في شخص قريب منك في المجال اللي انت اخترته ده، مفيش مشكله انك تكلمه وتعرض له خدمتك مجانا عشان بس تجرب وتاخد تستيمونيال او فيدباك. ولو انت محتار ايه المهارات اللي تبدا بيها عشان تقدر تنفذ، فانا عامل لك فيديو قبل ده على طول عن اهم 5 مهارات انت لازم تبدا بيهم علشان تبدا تعمل حلول اي اي اوتوميشن. وانت مش محتاج اكتر من 14 يوم تبدا تجرب فيهم وتعمل ديموز وسيستمز علشان تبقى عارف الاساس ده بيتبنى ازاي والحل ده بيتبنى ازاي. لان اساسا انت عشان تتعلم اكتر انت مش محتاج تقعد طول اليوم بتتفرج على فيديوز وكورسات، انت محتاج تطبق اللي انت اتعلمته، عشان المشاكل اللي هتقابلك وانت بتطبق لما تروح تدور لها على حلول انت كده فعلا اتعلمت صح. انما التعلم مش ان انت تقعد تستهلك محتوى وكورسات وخلاص. التعلم بالنسبه لي بيبقى 20% بس مشاهده او كورس او حاجه تتعلم منها، و80% كاملين ده التطبيق والمشاكل اللي انت بتواجهها، بعد كده تروح تدور لها على حلول. وكده انت خلصت اول شهر من ال3 شهور. ندخل في الشهر الثاني وهو من يوم 30 ليوم 60، شهر كامل. كل اللي مطلوب منك تبني فيه البورتفوليو وتبني اسمك في الشهر ده. انت هتعمل مشروعين او 3 حتى لو فري 100%. طب هتعملهم لمين وازاي؟ اول حاجه زي ما قلنا، يا اما براند لصديق ليك، حد انت بتستأمنه او هو صديقك او صديق والدك ما علينا، عنده بيزنس انت عايز تشتغل وتجرب سيستم، روح له كلمه قول له انا هعمل ديمو للبيزنس بتاعك، مش هيكلفك اي حاجه ولا فلوس ولا مجهود، انا بس هاخد منك شويه نوليدج عشان اقدر ابني الشات بوت او الايجنت اللي انا هعمله لك. جرب السيستم واختبره وحطه في البورتفوليو بتاعك، ولو عجبه تقدر تديهوله حتى لو فري، مجرد ان انت تاخد منه فيدباك او تستيمونيال هتستفيد بيه بعد كده.
تاني طريقة، لو مفيش حد من القريبين منك، تبدأ تعمل كولد اوتريتش، سواء بالايميل او منصات السوشيال ميديا. في كذا طريقة للاوتريتش بس ده مش موضوع الفيديو. المهم ان انت تبعت لناس تقول لهم ان انت جاهز تشتغل لهم فور فري، مجرد ان انت تعمل لهم الديمو سيستم ده او الايجنت ده تجربه، عشان تقدر تاخد بعد كده فيدباك منهم وتقدر تعمل كيس ستاديز وتقدر تبقى جاهز بعد الشهر التاني على طول ان انت تبيع خدماتك بفلوس. وفي اليوم 60 لليوم 90 انت كل اللي عليك تعمله هو التكرار بس. هتحس ان الموضوع ممل وروتيني، بس انت كل اللي عليك تعمله انك تكرر ان انت تشتغل بايدك وتتعلم، وان انت تبعت اوت ريتش للناس وتبدا تعرض خدماتك بفلوس مدفوعه لاول مره. ونصيحتي في خلال ال 90 يوم دول، حاول تبدا كونتنت سواء على لينكد ان، يوتيوب، تيك توك، حتى لو مش عايز تظهر بوشك. المهم وثق رحلتك وانت بتتعلم، ده هيفيدك جدا قدام وهيساعدك تبني البيرسونال براند، واللي هيكون اساس ان انت تجيب العملاء بعد كده من على الكونتنت ده. كده انا اديتك بلان كامله ل 90 يوم، لو مشيت عليها مظبوط طبعا بعد اراده ربنا وتوفيق ربنا تقدر تجيب اول كلاينت ليك وتبقى فعلا صاحب اي اي اوتوميشن ايجنسي ناجحه. دلوقتي احنا خلصنا اول شابترين في الفيديو، دلوقتي ميعادنا مع الشابتر الثالث وتقريبا اهم شابتر فيهم كلهم، وهو الاخطاء اللي انا وقعت فيها، وهشرحها لك بالظبط عشان انت ما تكررهاش وتوفر وقت كبير جدا من التعلم او التجربه والخطا. انت مش محتاج تجرب وتغلط، انا هديك خلاصه تجربتي كلها. انا هكلمك عن 5 اخطاء انا وقعت فيهم وعايز ادهم لك ببلاش عشان ما تعملهمش انت تاني. اول حاجه، انك عايز تتعلم كل حاجه قبل ما تبدا. انت عايز تقضي 6 شهور قاعد بتتعلم، بتتفرج على كورسات، مش عايز تنزل السوق، مش عايز تشتغل مع ناس، عايز تضمن انك شغال 100% والحلول بتاعتك بيرفكت. طبعا ده مش صح. اولا في البلان اللي انا مديها لك اللي هي 90 يوم، انا مديك وقت كافي ان انت تجرب وتتعلم بايدك وتغلط وتجرب تاني، انما انت مش محتاج اكتر من كده. الحقيقه او الصح اللي انت لازم تعمله ان انت هتبدا تنفذ برودكت واحد بس او سوليوشن واحد بس، وتبدا تنزل السوق وتعرضه على الناس، تشوف هل هو فعلا مطلوب، هل هو فعلا بيحل مشاكل ولا لا. لو تمام كويس ابدا ركز عليه وطوره، لو حاسس ان هو لا في احسن من كده تقدر تطبق على سوليوشن تاني وتجرب نفس التجربه تاني مع السوق. انما ما تقضيش وقت كبير جدا بتتفرج على كورسات من غير ما تطبق حاجه. والحقيقه بقى ان التعلم الحقيقي او النتيجه الحقيقيه بتيجي لما فعلا تنزل السوق وتبدا تشتغل مع كلاينتس، تبدا تعرض شغلك فور فري. نسبه تعلمك بتزيد جدا في وقت قليل مقارنه بالوقت اللي انت هتقعد تقضيه بتتفرج على كورسات او على فيديوز بتعلمك. تاني غلط وهو البيرفكت مومنت. ما تستناش ان كل حاجه تبقى مثاليه عشان تبدا. كلامي هنا مش على السولوشن او على البرودكت، كلامي على كل حاجه، سواء عايز تبدا كونتنت، عايز تبدا تتعلم وتطبق، عايز تبدا تعمل اوتريتش وتكلم ناس، عايز تبدا اي حاجه. ما تستناش ان اللحظه المثاليه تيجي عشان تبدا. اول ما تفكر في الفكره ادرسها بس كويس، خد وقت تتاكد ان الخطوه دي سليمه وابدا فيها فورا من النهارده، ما تستناش لبكره حتى. صدقني لو فضلت تاجل وتقول انا هستنى اما اللحظه المناسبه تيجي، انا مش هبدا كل حاجه دلوقتي، اللحظه دي عمرها ما هتيجي، وهتلاقي نفسك بتتاخر والسنه بتعدي وبتخلص وبتيجي سنه بعدها وانت لسه واقف مكانك ما بداتش. الغلطه الثالثه ان انت تبقى عايز تشتغل جنرال مش نيشد. انت ممكن تبقى جنرال بس مش دلوقتي، لسه قدام بعد ما تاخد خبره كفايه وخبره كبيره جدا في نيش او في تخصص واحد، بعد كده ممكن توسع وتكبر تعمل سكيل للشركه، مفيش مشكله. بس انت لسه بتبدا، لسه بتحط رجلك في اول الطريق، ما ينفعش تبدا بكل الناس مره واحده. وزي ما كلمتك عن نظريه البلو اوشن والريد اوشن، فانت لو ما عندكش نيش مخصص ومركز فيه هتبقى زي ما بيقولوا عندنا في مصر زي اللي بيرقص على السلم. فنصيحتي ليك انك تركز مع نوع واحد من العملاء، تشتغل، تبدا النهارده، ما تستناش اللحظه المناسبه، وتطلع اقوى برودكت تقدر عليه وتبدا تعرضه في السوق وتشوف استجابه السوق ليه. والغلطه الرابعه هي ان انا هشتغل بارخص سعر في السوق. طبعا دي حاجه غلط جدا، بشوف ناس كتير بتعملها في الاول، سواء في مجالات تانية غير الاي اي، مش شرط في الاي اي. انت كده كده في الاول هتبدا فور فري كمان مش رخيص، بس ده مجرد 3 حلول 4 حلول بالكتير، او 4 سيرفيس هتقدمهم للناس مش اكتر من كده. بعد كده لازم يبقى ليك سعر تعلى عنه واحده بواحده، انما مش هتبدا بسعر رخيص. غلط انك تبدا بسعر رخيص وتفكر انك كده هتجيب عملاء اسرع او اكتر، انت كده بتقلل من قيمه شغلك. الكلاينت او الشخص اللي بتعرض له السعر ده مش هيبقى مطمن لك قوي. كمان هتستهدف نوع من الكلاينتس اللي هو مش مهم معاه النتائج، هو عايز بس حل وخلاص بارخص سعر، مش مهم النتيجه دي هتوصله لايه. وصدقني من تجربه شخصيه ده مش احسن نوع من الكلاينتس تشتغل معاه. سعرك القليل بيبين عدم احترافيتك وبيخلي العميل يقلق منك. خلي سعرك مناسب في الاول وعليه واحده بواحده مع زياده الكلاينتس. صدقني الاستراتيجيه دي هي احسن حاجه تعملها. وخامس خطأ وده اهم واحد فيهم، ان انت تقول انا مش محتاج اتعلم سيلز او ماركتنج او كونتنت كرييشن، انا بس محتاج اتعلم المهاره التكنيكال نفسها اللي هي الاي اي. صدقني لو انت اشطر حد في الدنيا ومحدش شايفك يبقى مفيش فلوس، مفيش كلاينتس، يبقى كده انت هتستفيد ايه لو انت اشطر واحد في الدنيا في الاي اي؟ لازم تبدا تعرض شغلك على الناس، سواء تعمل اوتريتش، تنزل كونتنت، تتعلم ماركتنج، تتعلم سيلز. السوفت سكيلز دي او المهارات الجانبيه مهمه بقدر اهميه التكنيكال سكيل او المين سكيل اللي هي الاي اي.
فانت لازم تتعلم كونتنت كريشن، تبدا في اسرع وقت وتعمل اوتريتش وتسمع صوتك للناس وتنزل فعلا في السوق. دول كده اهم 5 غلطات انا عملتهم في بدايتي، ضيعوا عليا وقت كبير جدا ومجهود اكتر انا اديتهم لك ببلاش فور فري وبديك تجربتي كامله. اهم حاجه بالنسبه لي ان انت تتعلم فعلا وتبدا صح، وان انا انشر النولج دي مش عايز احتفظ بيها ليا لوحدي. وكده احنا خلصنا شابتر 3 في الفيديو. دلوقتي هنتكلم عن شابتر 4 وهو المايند سيت بتاعتك اللي لازم تبدا بيها. شابتر 4 وهو عن المايند سيت. دلوقتي العقليه بتاعتك لازم تتغير لو عايز تبقى فعلا شخص ناجح. انت لازم تفكر كانتربرينور، مش مجرد واحد بيتعلم مهاره عايز يقدمها للناس. في حاجات كتير جدا لازم تغيرها في طريقه تفكيرك وانت بتشتغل مع الكلاينتس. انا هقول لك على اهم 4 حاجات لازم تبدا تشتغل عليهم من دلوقتي، لان المخ ده زيه زي العضله، انت بتبدا تمرنها، بتغير طريقه تفكيرك واحده بواحده لحد ما توصل لمستوى انت محتاجه. مش في يوم وليله هتصحى تلاقي كل حاجه اتغيرت. اول حاجه، خلي كل تجربه ليك تعلم مش فشل. حتى لو عملت حاجه غير النتيجه اللي انت متوقعها، كنت متوقع ان السوليوشن ده او الحل ده هيضرب جدا في السوق ولاحظت ان هو لا مش كده، ما ترجعش تزعل، لا بالعكس افرح، لان دي تجربه. انت اتعلمت حاجه ممكن تدفع فلوس فيها في كورسات عشان تتعلمها، انت اتعلمتها من السوق من واقع ارض تجربه. انت ممكن بعد كده كمان تعلمها للناس وتنشر فيديوز في الكونتنت بتاعك زي ما انا بعمل دلوقتي، وتعلمهم الخطأ اللي انت وقعت فيه. فمش كل فشل يبقى زعل، لا انت ممكن تحوله لفرحه، ممكن تحوله لطاقه وان انت تتشجع تكمل، وتحوله لتجربه انت اتعلمت منها. فهنا لازم تغير طريقه تفكيرك او نظرتك للفشل. هتواجه مشاكل وصعوبات كتير، هتشتغل مع كلاينتس وتلاقيهم هربوا وما كملوش، في ناس هتعمل لها البروجكت كامل وتسلمه وما يدفعوش الفلوس، ممكن كل ده يعدي عليك مش مشكله. بس الاهم هنا هو المايند سيت بتاعتك وطريقه تفكيرك. وما تبقاش مستعجل دايما وعايز تشتغل مع اي حد. حاول تتعلم كتير سواء مني او من غيري، سواء مهاره الاي اي او اي مهارات تانية، المهم ان انت ما تيأسش وتكمل. كمان حاجه لازم تبقى فاهمها كويس جدا، وهي ان انت مش موظف. يعني انت عادي جدا ان انت تصحى كل يوم تشتغل 10 ساعات واكتر كمان وتتعب كل يوم، وتيجي اخر الشهر تلاقي المقابل $0. مش مشكله، لان انت مش موظف. مش شرط ان انت كل تعب قصاده فلوس، انت بتبني حاجه لقدام حتى لو ما حصلتش دلوقتي او انت مش شايفها دلوقتي، نظرتك ليها ما اتحققتش دلوقتي، ممكن ربنا شايل لك حاجه احسن لقدام. المهم ان انت تصحى كل يوم تعمل اللي عليك وتتعب، والنتيجه دي بتاعت ربنا مش بتاعتك. وتاني حاجه لازم تفهمها ان السرعه اهم من الكمال. يعني ما تستناش تبقى اكسبرت واحسن واحد في مجالك عشان تبدا دلوقتي، لا انت لازم تبدا من اللحظه اللي انت فيها، ومع الوقت كل يوم بيعدي انت بتتطور وبتكتسب مهاره جديده. اهم حاجه انك تبدا وتتعلم along the way وتتحسن كل يوم. السوق دايما بيكافئ اللي بيبدا بدري مش اللي بيبدا صح. انت كده كده هتتعلم في الطريق، بس اهم حاجه انك تبدا وما تضيعش وقت. تالت حاجه، لازم تبقى عارف ان انت مش حد بيبيع ادوات او سيرفيس، انت حد بيحل مشاكل. يعني من الاخر الكلاينتس مش مهتمين بالتكنولوجيا اللي انت بتقدمها، هم مهتمين بالنتيجه او الاوتكم بتاعت الحاجه اللي انت هتقدمها له. يعني ما تروحش تقول انا ببيع شات بوت، انا ببيع اي اي ايجنت، لا انت بتبيع حاجه بتوفر وقت، بتوفر مجهود، بتوفر فلوس، وبتساعد ان الناس دي ما تضيعش فرص بيع عليها. كمان انت لازم تبقى شريك استراتيجي للناس اللي انت بتبيع لها. يعني انت مش مجرد هتاخد السوليوشن او السيرفيس تروح تقدمها لهم وبعد كده خلاص انت ما عدتش موجود، لا لازم تبقى موجود معاهم، بتتابع باستمرار، بتطور السيرفيس اللي انت قدمتها، ويحسوا ان هم فعلا معاهم شريك استراتيجي بيفكر ويساعدهم ازاي يكبروا البيزنس بتاعهم وازاي يعملوا سيلز اكتر وارباح اكتر، مش مجرد حد بيبيع لهم سوليوشن وبعد كده بيختفي. رابع حاجه وهي معادله الصبر زائد الاستمرار بيساوي النجاح. انت مش هتنجح الاسبوع الجاي، ممكن ما تنجحش الشهر الجاي، ممكن تقعد 6 شهور بتحاول ومفيش نتيجه، بس لو فضلت كونسيستنت لمده سنه ممكن اقل، انت كده كده ان شاء الله هتلاقي نتيجه. اهم حاجه تعمل اللي عليك، وزي ما قلت تبقى ديسيبليند، انت بتصحى كل يوم عارف ايه اللي المفروض يتعمل وتعمله، مش مستني انا النهارده مش موتيفيتد كفايه، انا النهارده مش قادر اشتغل. انت هتفضل تشتغل كل يوم لحد ما تحصل ان انت تلاقي نتيجه انت حتى ما كنتش متوقعها. ولو التزمت بالخطه اللي انا اديتها لك اللي هي 90 يوم، يوم ورا يوم ما فوتش يوم، صدقني انت هتلاقي نتيجه انت ما كنتش متخيلها. بص، 2026 هتيجي كده كده سواء انت كنت مستعد لها او مش جاهز. الفرق الوحيد هل انت هتفضل لسه قاعد بتتفرج زي السنه اللي قبلها، ولا هتبقى من الماركت ليدرز ومن الناس اللي بيقودوا السوق فعلا. لو الفيديو ده فادك اعمل سبسكرايب عشان كل الفيديوهات الجايه تظهر لك، واعمل كومنت بفكره فيديو او سؤال عندك. ولو انت براند اونر او صاحب متجر اي كوميرس ستور ففي هديه ليك. انا عملت لك دليل مجاني او كتيب صغير كده بيشرح ازاي تعمل اوتوميشن كامل للبراند بتاعك ستيب باي ستيب، في شرح نظري وعملي هياخدك من ايدك يقول لك ازاي تعمل كل حاجه بالظبط. الكتاب ده انا عامله مجاني 100%، تقدر تحمله من اللينك اللي في الديسكربشن. ولو عايز اكتر كمان تقدر تحجز كونسلتيشن مجانيه من الديسكربشن، ندخل مع بعض ميتنج ونشوف ازاي نقدر نطبق حلول الاي اي اوتوميشن بتاعتنا في ايربوت على البراند بتاعك، وازاي نوفر وقتك ووقت التيم ونضمن ان انت ما تضيعش اي فرص بيع بعد كده. السنه الجايه في الوقت ده انت اللي بتتفرج، يا اما هتكون صاحب ايجنسي ناجحه، يا اما هتكون واحد لسه بيسوف ولسه بيعطل نفسه ولسه ما بدأش. الاختيار اختيارك، ابدأ دلوقتي وما تضيعش الفرصة من ايدك.